بعد كل اللي عملته عشانك ويبقى ده ردك؟ ده انا ضحيت بحياتي كلها عشانك. الجملة دي عملت ايه فيكي؟ خلتك تعيشي في ذنب دايم ودلوقتي بتعمليها مع ولادك؟ تعرفي الفرق ما بين الحب والمانيبيوليشن؟ الحب بيقول انا بساعدك عشان بحبك، المانيبيوليشن بيقول انا عملت كذا ودلوقتي دورك. كبرنا واحنا حاسين ان احنا مديونين لاهلنا بكل حاجه. كل تضحيه كانت ايموشنال ديت بتتقال بصوت عالي، او بمعنى انه دين عاطفي. كل مجهود كان بيتحول لأنا سبت شغلي عشانك، أنا تعبت نفسي عشان أربيكي، بعد كل اللي عملته ده جزايا. فتعلمنا نعيش في ذنب دائم وإننا never enough، أو عمرنا ما بنكون كفاية مهما بنعمل، ونفضل نقول لنفسنا لأ، نضحي بنفسنا عشان نرد الجميل. ودلوقتي انت وبتلاقي نفسك بتقولي انا ما بنامش عشانكم، انا تعبه نفسي عشان راحتكم. بعد كل ده وما بتسمعوش كلامي، وولادك بيكبروا بنفس احساس الذنب، بنفس البيرن اوت. الحب الحقيقي بيدي من غير ما يستنى حاجه في المقابل. التضحيه الحقيقيه عمرها ما تتحول لسلاح، مش بنقعد نقول فيها كل ما يبقى فيه مشكله او خلاف. ولادك ما يستحقوش يفضلوا عايشين في ذنب دائم، ما يستحقوش يحسوا ان هم دايما مديونين بحياتهم. لما بتكبري شايله الايموشنال ديت او الدين العاطفي، بيجيلك بعد فتره بيرن اوت وبتبقي مش قادره تعيشي حياتك عادي. الكوميونتي بتاعتنا بنتعلم ازاي نبدا نفرق ما بين الحب الصحي والجيلت مانيبيوليشن. بنشفى من الذنب اللي اتحملناه، بتشاركي امهات تانية مشاكلك في مكان امن، بنتعلم ندي ولادنا من غير ما نحملهم ديون. لو عايزه تحمي ولادك ونفسك من الدايره دي، ابعتيلي كلمه بيرن اوت.